الرحمن الرحيم. ملف السياحة كبير. بلدنا مليانة آثار كتيرة جدا، بس ازاي نستغلها؟ النهاردة احنا مع الدكتور علي عبد الحليم من كلية آداب قسم آثار جامعة عين شمس. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه سعيده. ربنا يعزك يا فندم. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي واخبار السياحة في بلدنا ايه؟ زي الفل، بس في شويه حاجات كده الحمد لله ماشي. عايزين نتكلم النهارده باستفاضة عن ملف السياحة والحلول اللي احنا نقدر نقدمها على اساس ان احنا نجذب السياح من مختلف دول العالم، تمام، لبلدنا الحبيبة. بلدنا مليانة آثار كتيرة جدا، عايزين نستغل الآثار ديت. أول حاجة ازاي نجذب السايح من بره دكتور؟ هو يمكن على حد علمي ان الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا ده وزير السياحه الدكتور هشام زعزوع حاليا خارج مصر بيعمل حاجه باللي احنا بنفكر فيها، ان هو بيدعو لتنشيط السياحه في مصر وجذب استثمارات سياحيه داخل مصر. بيتحرك، وقبلها كان الرئيس السيسي برضه في المؤتمر بتاع امريكا برضه كان بيتكلم فعال على جميع الاصعده والانشطه في محاولات لتنشيط السياحه. يمكن انا من وجهه نظري انه في محتاجين نعمل نوع من التنسيق ما بين الجهات المعنيه كلها. على سبيل المثال عندنا في وزاره السياحه ووزاره الاثار في نوع من التنسيق بينهم وبين بعض محتاج يتفعل اكتر من كده شويه. في عندنا بين وزاره السياحه ووزاره الاعلام، وده اللي انا بحاول يعني اقول عليه من ناحيه وزاره الاعلام في الميديا في التلفزيون في القنوات الفضائيه. المفروض يبقى فيه تنشيط وتركيز اكتر، بدل ما نتكلم على سلبيات معينه في الدوله نحاول ان احنا ننزل المناطق ونعمل تنشيط. لو خدنا مثال في مش بس في الاعلام، كمان في التلفزيون او في الدراما، ان احنا لو جينا حاولنا نعمل مسلسلات او افلام او حاجات تلفزيونيه فيها لقطتين ثلاثه كده عن الاثار، او حتى لما نيجي نصور مثلا مسلسل ندي قيمه تاريخيه ليه، نصور في بيت من البيوت الاثريه زي بيت سحيمي او بيت خاتون في البيوت العثمانيه في وسط القاهره، او نتكلم مثلا لما نتكلم عن مشاكل في الصعيد او الاقصر او حاجه زي كده، نحاول ان احنا نعرض صور من معابد الاقصر، معبد الكرنك، حتشبسوت، الحاجات دي كلها. اعتقد ده يبقى رساله لبره، وانا شايف حاجه زي كده موجوده في مسلسلات اخرى بنتابعها دلوقتي اكتر من المسلسلات المصريه، ان احنا بنلاقي الناس اللي بيعرضوا مسلسلات مثلا لو هناخد نموذج المسلسلات التركي مثلا اللي منتشره حاليا، او حتى لو مش تاريخيه بتبقى دراما عاديه، بتبص تلاقيه بيصور في اماكن اثريه، يعمل البيوت القديمه اللي تريح النفس وتخلي الناس تقول الله ده البلد ده جميل انا محتاج اروح اشوفه. فده بيبقى نوع من الدعايه غير المباشره، ان احنا لو جينا في مصر وصورنا مثلا مش لازم يكون مسلسل تاريخي، يكون مسلسل عادي او فيلم عادي بيتكلم، بدل ما يتكلم عن العشوائيات بسلبياتها يتكلم عن العشوائيات بايجابياتها. ان لما يتكلم عن حته زي منطقه الظاهر او منطقه الويله او فيها اماكن اثريه جميله جدا، ليه انا اجيب الجانب اللي هو مثلا يتكلمني عن المشاكل المخدرات او حاجه؟ طبعا ده المطلوب ما فيش مشكله فيه، لكن انا مثلا في المقابل المفروض اطلع الحاجه الكويسه ان عندنا اثار شكلها كذا وبتاع، ونحاول نركز عليها شويه، مش مجرد صوره عابره للشارع ده وجنبه زباله مثلا ولا حاجه زي كده، لا يبقى عرضها بشكل جيد يعمل لي ماركتنج او تسويق للسياحه اكتر. اهم شيء يعني الميديا يا دكتور. بالظبط، انا شايف دي الواجهه لكل الناس دلوقتي، محدش ما بيتفرجش على التلفزيون سواء في مصر او بره مصر، بالذات في عالم الفضائيات حاليا. انت بتتفرج يمكن على القنوات اللي بره مصر اكتر من المصريه، او العكس انه اللي بره مصر بيتفرج على القنوات المصريه اكتر. ما فيش نوع من الحدود اللي كانت موجوده زمان بين القنوات المصريه والقنوات الخارجيه، ونسبة كمان مشاهدتها اعلى من اي حاجة تاني. طيب حضرتك عندك طبعا اكيد فكرة عن البروجرام اللي بيقدمه بعض الشركات للسائح لما بينزل مصر، تمام، ما بيبقاش كافي ان السائح يشوف كل المعالم الاثرية اللي موجود داخل بلدنا. انت ايه رأي حضرتك؟ هو أنا طبعا كنت بدرس في كلية السياحة في الفنادق جامعة حلوان، وأعرف مرشدين سياحيين كتير جدا، وعندي احتكاك شوية بالسياحة سواء من ناحية الزملاء أو من ناحية قراءة اليوم، أو لما كنت بسافر الأقصر وأشتغل هناك وبشوف. للأسف في نقطة صغيرة إحنا بنلاحظها في الاتجاه ده، إن بيبقى المرشد السياحي محطوط له برنامج معين من قبل شركة السياحة، إنه مثلا عنده اليوم فيه 8 ساعات، ال8 ساعات دول هيشتغل مثلا منهم 4 ساعات بس آثار،
وسياحه تثقيفيه بالمعنى الحقيقي، انه يروح المعبد ده والمقبره دي والتمثال ده والميدان ده، والاربع ساعات التانيين يعملوا له شوبينج. طب ما هو بس ده انا شايف انه مفيش توازن. يعني هو لما يروح مثلا يجبر السائح، او مش يجبر السائح، ياخد الباص او الاتوبيس اللي بيتحرك بيه السياحي ده، وبعدين يروح الهرم وبسرعه يروح ماشيين، ما يخلوش يعيش المكان اللي هو فيه ده، روح الحضاره نفسها، وبعدين بسرعه يروح نازل على شارع ابو الهول ولا على بازار سياحي وياخد فيه وقت كبير. انا شايف ده مش كويس. حتى انا بلاحظ انه بعض الاجانب ما بيحبوش ده. برضه احنا محتاجين داخل الموقع الاثري نفسه ان لما يكون في تعامل مع السائح يبقى في تعامل بشياكه من قبل البياع العادي اللي في الشارع، لانه ساعات انا بلاحظ من السلبيات المش كويسه ان ما فيش كنترول على اللي بيبيع كروت مثلا، او اللي بيبيع حاجات تماثيل صغيره مقلده. لا، المفروض يبقى لهم مكان معين يقفوا فيه، لان السائح بيبقى متضايق اصلا. احنا طبعا كوزاره سياحه او كشركه سياحيه بينبهوا على السياح، بيقول لهم ما تتعاملوش مع اي حد، لان احنا ما نعرفش الناس دي مش مسؤوله او كده. لكن انا شايف ان يبقى فيه سيطره اكتر. الحاجه الثانيه ان عايزين نوسع الخريطه السياحيه شويه. يعني احنا عندنا لما اي حد حتى المصريين يقول له السياحه يقول لك الاقصر واسوان، لا، ده احنا عندنا في سوهاج وعندنا في المنيا اثار نادره، اثار مميزه جدا. جايز يكون الفتره بتاعت التسعينيات وبدايه الالفينيات مع المشاكل الامنيه اللي حصلت والارهاب وكده، انه كان في عدم استطاعه للوصول الى هذه الاماكن، وعدم تهيئه جيده من الناحيه الامنيه او من الناحيه المكانيه، انه الرصيف والطرق بتاع ده. لكن دلوقتي احنا عندنا طرق احسن. يعني مثلا عندنا طريق الصحراوي الشرقي اللي هو بتاع الجيش او الكريمات، ده بيعدي مباشره ورا تل عمارنه، ودي منطقه عاصمه مصر في اواخر الاسره ال18. فازاي السائح الاجنبي يجي مكان في مصر وما يشوفش الفتره بتاعت اخناتون اللي هو عنده قاري عنها كويس جدا في الكتب بتاعته، ويجي هنا ما يلاقيش الاثار بتاعته؟ فاحنا عايزين نوسع برضو الخريطه السياحيه، ما تبقاش قاصره على الاهرامات والاقصر واسوان وبس، لا، يبقى في حاجات تانية زي المنيا منطقه خصبه جدا في مجال الاثار والسياحه، بالاضافه ان فيها كمان اثار من عصور مختلفه، مش بس الاثار الفرعونيه، فيها اثار قبطيه، فيها اثار اسلاميه، فيها كل العصور، فيها اثار عثمانيه. فاذا محتاجين نوسع الخريطه الاثريه. طيب عايزين حضرتك بما ان حضرتك من اهل الذكر، تمام، عايزين حلول بجانب الحلول اللي حضرتك دلوقتي طرحتها دلوقتي، تمام. عايزين نعرف ايه الحلول اللي يقدر المواطن المصري يمشي عليها والمجتمع الدولي، تمام، في جلب السياح لبلدنا. اولا هي سمعه مصر بره ما شاء الله كويسه. يعني حتى لما بيتكلموا عن الهوسبيتاليتي او اللي هي كرم الضيافه بره مصر يقولوا مصر. يعني انا عشت فتره في المانيا، اول ما تجيب سيره يقول لك هوسبيتاليتي، الكرم الضيافه. فالشعب المصري شعب كريم وشعب كويس جدا. يمكن محتاج نقطه صغيره، نوع من التوعيه الثقافيه او السياحيه او الاثريه. احنا عندنا كان زمان افتكر كان وانا صغير كنت بتفرج على برنامج كان جميل جدا اسمه 5 سياحه. ليه برامج زي كده ما ترجعش تاني؟ لو حتى 5 دقايق كل يوم كده يلف بينا لفه يشوق الناس، ويبقى فيه برضه موازي ليه حاجه بالانجليزي، ما تبقاش مثلا باللغه العربيه بس، تبقى تترجم بالانجليزي والفرنساوي ولغات متعدده، بحيث ان اللي بره مصر دلوقتي مع الفضائيات تبقى كويسه. يرجع مثلا الاطفال في المدارس، الاطفال في المدارس تتاخد وتطلع اماكن اثريه. احنا يمكن كان عندنا من فتره طبعا بس قامت الثوره والدنيا حصل فيها مشاكل، كنت مقدم برنامج لعميد الكليه ساعتها ان احنا نعمل تحرك من كليه الاداب قسم اثار جامعه عين شمس في المدارس المحيطه بالمنطقه زي مناطق العباسيه والويلي وعين شمس والاماكن دي، نوعي الطلاب في المدارس بقيمه الاثار، وناخدهم في يوم كده في الترم نوديهم مثلا الاهرامات او المتحف المصري او القلعه او مثلا شارع المعز الفاطمي في وسط القاهره. يبقى ده هيعمل نوع من الوطنيه والاحساس والانتماء. عندنا برضو في وزاره الاثار انا مشارك في مشروع جميل جدا اسمه اطلس الاثار المصريه بقياده الدكتور ممدوح الضماط وزير الاثار، ان احنا بنعمل خريطه اثريه وعليها مصر خلال العصور كلها. ده هيبقى مقرر او ملحق لطلبه السنه الرابعه الابتدائيه.
فده لو اتعمل، وطبعا خلال السنه دي ان شاء الله هيخلص ويبدا مع السنه الدراسيه الجديده، لو يتلازم معاه مشاركه من وزاره الاثار في المدارس او من اقسام الاثار في الكليات المختلفه في المدارس، تبقى حاجه كويسه جدا، يبقى جانب نظري وجانب عملي. اعتقد دي حاجه هتعمل توعيه مع النشء الجديد. ده غير بقى الميديا طبعا، دي اساسي، لانه دلوقتي كل حاجه عن طريق التلفزيون. مظبوط. طيب عايز حضرتك توجه كلمة للدول اللي عندها عزوف ومنع مواطنيها من النزول مصر على اساس ان مصر منطقة محظورة. انا عايزهم اقول نقطه واحده، يعني زي ما بيقولوا بره خلينا نجرب. انا لما بروح الاقصر على سبيل المثال، يعني عندي بروجكتس بشتغل فيها، بشارك فيها مع الفرنساويين، مشاريع، بلاقي الدنيا امان اكتر من بره مصر. يعني انا رحت ايطاليا مثلا، ايطاليا في السياحه نسبه السياحه فيها اعلى من مصر، ونسبه النشل فيها اعلى من اي دوله في العالم. يبقى انا لما اسمع انه بقى ايطاليا فيها نشل وفيها مافيا وفيها حاجات زي كده، ما اروحش ايطاليا؟ لا، دي انا لازم اجرب بنفسي. انا عايز اقول لاي حد ممكن بيسمعنا او بيتفرج علينا ان مصر بلد الامان، ويعني الدولة بتبذل قصارى جهدها انها توفر الامن للمصريين وللاجانب. يعني يعني الدولة عندها خوف على اي يعني رعاية من اي دولة، فبالتالي بتبقى مأمناها من كل اتجاه. يمكن الميديا المضادة او الاعلام المضاد هو اللي بيسوى لحاجة زي كده. ويمكن انا لاحظت في اوروبا مثلا ان لما بيجي يسوق لبلد بيبقى عنده هدف معين. لو كان ناحية مصر عايز يعمل توعية فيها وعايز يعمل لها تنشيط وقلبه على مصر، هيبدأ يسوق لها. لو العكس هيسوق لغيرها. فاحنا في ايدينا من ناحيتين، ان احنا من نفسنا نشتغل، وبرضه نحاول نجبر الطرف الاخر ان هو يسمعنا. يعني مصر جميلة بناسها ولا بأثارها يا دكتور؟ بالاثنين. بالاثنين؟ طب بأثارها مش هنعرف نتكلم عنها ولا نقول لها حاجة، تقدر تقول ايه لناسها عشان خاطر يمشوا عجلة السياحة؟ اقول للشعب المصري، الشعب الطيب الجميل اللي بيحب بلده، واللي هو من ايام الفراعنه انه حتى لما كان بيغترب ويطلع بره مصر كان امنيته انه يموت ويدفن في مصر في كفن او في تابوت مصري. يحب مصر زي ما هو، وما يعني يحاول يحافظ عليها بايديه واسنانه. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور علي. انا شرفتنا، واهلا بيك واهلا بكل المستمعين. شكرا فندم، شكرا.